طبعا انا دلوقتي جايب لكم طريقة عن زراعة التين صحيحة. دلوقتي احنا معانا التين بيخضر من انهي جهة في دولة. التين اول هام بيخضر من العيون اللي هي مفتوحة قدامكم. دلوقتي شوف في عين هنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وفي عين هنا وفي عين هنا. دي ما تنفعش في الزراعة، دي ما تنفعش في الزراعة، وانا باكد لك الكلام ده وجرب. اللي ينفع في الزراعة صح اللي هو ده. شوف دي فيها كم عين بشكل طبيعي قدامكم. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 بشكل جيد زي ما انتم شايفين. طبعا الحتة اللي انا مسكها دي تنفع تزرع وهي واقفة كده، وتنفع وهي نايمة بالشكل اللي انتم شايفينه ده. دلوقتي هوريكم ازاي تزرعوا في التربة نفسها. قبل ما نبدأ الشرح ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل ما يخص الزراعة ان شاء الله. والزراعة ما فيش اسهل منها، بس اللي يفتح دماغه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. احنا اول حاجة دلوقتي هنمسك دي، تمام. هنبدأ نقطعها بالشكل اللي انتم شايفينه، قطع مش كبيرة. دي اول حتة هنا كده، بقوا 2. واللي انتم شايفينه ده بص معبي عيون قد ايه. دي زي ما احنا قلنا دي مش هتنفع، نرميها كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هي هنبدأ نقسمها 2. هنا بعد ما احنا فتحناهم بقوا معانا كام؟ 4 5. ال5 دول يعملوا لك 5 شجرات احسن من بعض بالشكل اللي انتم شايفينه، تمام. هنبدأ نعمل ايه بقى اول هام؟ هنبدأ نجيب التربة بالشكل اللي انتم شايفينه. نبدأ نجيب التربة. طبعا التربة دي انا مش حاطط تربة بس، دي تربة مع رمل. ومن تحت هنا في عناصر اللي هي السبلة بتاعت الدواجن، يا اما سبلة حمام من تحت هنا، عشان دول لما يرموا الجذر تحت يلقوا عناصر تحتيها تديله غذاء ان هو يخدر، تمام. اول حاجة زي ما احنا قلنا دي تنفع تزرع وهي واقفة بالشكل اللي انتوا شايفينه، تنفع كده. لكن احنا مش هنزرع كده، احسن طريقة بالشكل اللي انتوا شايفينه. اول واحدة تانية تبدأ ترقدهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هنا اصبحوا معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا زي ما قلت لكم هو لازم تبقى فيها عناصر من تحت. ودلوقتي احنا هنبدأ نجيب تربة خفيفة نغطي الطبقة اللي هي فوق كده بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. نبدأ بقى نحط تربة مع رمل بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا احنا مش هنغطي فوقها كتير علشان يقدر النمو الخضري بتاعه يخدر. احنا مسافة عقلتين فوق الرملة من الجدر. هنحط شوية تراب تاني كده وكده. بعد ما احنا خلصنا تمام، هنبدأ نجيب المية ونبدأ نرويهم بالشكل اللي انتوا شايفينه بالشكل ده. طبعا احسن شهر احنا نزرع فيه الشهر اللي احنا فيه ده، من شهر 2 لحد اول 3 بالظبط. يعني معك شهر تزرع فيه، بعد كده اي شجر تزرعه مش هيخضر. وفي برضه فيديوهات تاني كتيرة للزراعة في كل حاجة ما يخص العنب، التفاح، البرتقال، اي فواكه انا بزرعها في الوقت اللي احنا فيه ده، علشان هو ده وقت اي شجر يزرع فيه. ولو استفدتم من الفيديو متنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. ولو في اي سؤال تقولوا في التعليقات وانا هرد عليكم
ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.